السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش اخبار وليداتكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال باذن الله. مرحبا بكم معايا من جديد في وصفه جديده وفيديو جديد. وصفتنا اليوم غادا تكون ان شاء الله طورطه بالتفاح والجوز او القرقاع. كتجي اكثر من رائعه وكتجي معلكه ولذيذه بزاف. غنزيدوا عليها واحد اللمسه اللي هي بسيطه باش تجينا بنينه بزاف. انا متاكده غادا تعجبكم، واللي ضاق عندكم هذه الطورطه غادي يسولكم اكيد على المقادير. ويلا على بركه الله ندوزو نشوفوا جميع المراحل لتحضير هذه الطورطه. نخليكم مع الفيديو، فرجتكم ممتعه. بسم الله على بركه الله. عندنا 4 الحبات تفاح او 4 تفاحات. الحجم شويه ماشي صغير، شويه متوسط. عندنا واحد 100 غرام ديال القرقاع اللي مهرمش. تعرفوا القرقاع انه دغيا كيتهرمش، كيكون رطب دغيا كيتهرمش. عندنا واحد 125 غرام ديال يوغورت طبيعي البنات. انا استعملت هذا متوفر عندي بالفانيلا، نتوما ممكن ديروا اي نكهه كتفضلوا. عندنا 4 الحبات بيض حراره المطبخ، خرجتهم قبل من الثلاجه. نصف كاس زيت نباتي اللي هو 100 ملي. وكاس سكر سنيدة البنات، حيدت منه شويه وضعته على جنب كيف غادي نتشاهدوا في الفيديو. عندي واحد الخماره اللي هي 16 غرام. غنحتاجو كذلك لي فانيلا البنات، الا متوفر عندكم السائله ضيفوها اللي بغيتو. انا غندير هاد 2 ساشيات شويه هما مجهدين واخا هما صغار. وعندي واحد 200 غرام ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات. غنحتاجو القرفه اللي هو المكون اللي هو زوين في هذا التحضير ديال هاد الطورطه. الملح والسكر اللي وريتكم قبل اللي حيدته من الكاس. وعندي واحد معلقه ونص كبيره ديال الزبده. اول حاجه اللي غنبدا بها تفاح طبعا مغسول ومنشف. البنات عندي هذه ديال التفاح اللي كتحيد ليا فيها، تحيد ليا منه عفوا هذاك القلب الدخلاني. الا ما متوفرش عندكم هذه، غسلوا التفاح وقسموها على جوج ومن بعد على 4 كيف القاعده وكيف ديما. وحيدوا داك اللب وداك اللي كيكون داخل في التفاح. صافي هنا البنات بالنسبه لهذوك الحبات ديال التفاح، جوجات غادا نقطعهم وجوجات غنخليهم للتزيين في الاخير كيف كتشاهدوا. المهم انا مستمره هنايا بنفس الطريقه. هنا اخواني اخواتي في هذه الاثناء راه 2 تفاحات غنقطعهم على شكل قطع جد صغيره في الفيديو، وجوجات غادا نقطعهم شرائح. ولكن واحد المقطع راني شفتو في الفيديو ما تصورش ليا. المهم قطعوا جوجات، قطعوهم نقيوهم وحيدوا ليهم القشره الفوقانيه وقطعوهم على شكل مربعات جد صغيره. وجوجات خليوهم للتزيين في الاخير كتقطعوهم على شكل هلال او شرائح بالقشره ديالهم. المهم هنايا كندير شويه الليمون الحامض هكا التفاح ما يتغيرش ليا اللون ديالو او يتاكسد. ولكن البنات انا راه كنقطع التفاح بهذه الطريقه وكندير ليه الحامض، ومني كنبغي نديرو في نستعملو راني كنغسلو باش ما يبقاش ليا داك المذاق ديال الحامض شويه كتير. المهم هنا كناخذ واحد المقله كتسخن ليا شويه، كنضيف ليها داك السكر اللي نقصته من الكاس تقريبا واحد 2 معالق كبار عامرين. والزبده تقريبا واحد المعلقه ونص كبيره. هانتوما البنات اللون ديال الزبده والسكر كيفاش كيولي لونه. غسلت داك التفاح اللي قلت لكم وسقطرته مزيان من الماء وضفته. كنبقى نحرك، كتعرفوا التفاح راه دغيا كيطيب، كتحركوه مزيان حتى يتغير ليه شويه اللون. وكتضيفوا واحد نص معلقه ديال القرفه مطحونه. ان هاد الوصفه ديال اليوم انها بالجوز اللي هو القرقاع والتفاح والقرفه. الطورطه ديالنا اليوم غتجينا رائعه بزاف وزوينه وبنينه. هنا اخواني اخواتي كنطفي النار وكنزول المقله من بعد ما نشفت ليا شويه من السوائل، لان التفاح ملي كيبدا يطيب كيطلق شويه السوائل. كندوز نوجد الخليط ديال الطورطه. اخواني اخواتي كلشي موضح في الفيديو. كناخذ واحد الاناء بحال هذا الشكل. البيض من طبيعه الحال كتخرجوه قبل من الثلاجه بحال هكا. كنضيف عليه واحد القبيصه ديال الملحه وتقريبا كاس الا ربع ديال السنيده، لانني في هذه الوصفه كامله خدات ليا كاس ديال السكر، ربع كاس تقريبا راني درتو مع التفاح في الاول في المقله. المهم انا كندرب البيض والسكر حتى كيتغير ليا اللون ديالو.
كنضيف اليوغورت، يوغورت طبيعيه البنات اللي استعملت بنكهه الفانيلا عفوا، وانتم ممكن تستعملوا اي نكهه متوفره عندكم. كنضيف الزيت اللي هو نصف كاس وكنخلط جيدا. اي حاجه البنات كتبغي الخاطر، يعني ماشي كنخلطوا كلشي دغيا دغيا وما عرفناش اش كنديروا، غير بشويه بشويه عليكم، واصلا راه كطيب وكتوجد دغيا. بالنسبه للجوز او الكركاع البنات، ضيفوا اللوز، ضيفوا الكاوكاو، ضيفوا كذلك البندق او الفستق اللي بغيتو. كنضيف الفانيلا، هاد زوج ساشيات اللي متوفرين عندي، وكنخلط بحال هاد الشكل، طبعا بالضراب الكهربائي هكا حتى كنجانس المكونات. هنا كيف كتشاهدوا كل مكون كنضيفه وكنخلط شويه. هنا البنات الدقيق راني ما غربلتوش في الاول، كنغربلو عادي جدا، تغربلوه وحضروا المكونات ديالكم. كناخذ الضراب اليدوي الكهربائي عفوا، وكنخلط البنات، والضراب ساكت، يعني لا كان الدقيق كتعرفوا الدقيق كيكون رقيق بزاف غير غتستعملوا الضراب الكهربائي وغيفرفر كلشي، راه ديما كتوقع ليا. المهم خلطوه هو ساكت حتى داك الخليط يبدا يتجانس، عاد استعملوا الضراب الكهربائي. المهم انا خديتو هاد السباتسولا هادي وكنحاول باش نجمع الجوانب باش ما يبقاش معزول الدقيق على برا، وكنضرب في نفس الوقت. كنضيف تقريبا نص معلقه صغيره ديال القرفه، ومع هاد الخليط كتجي لذيذه بزاف كي قلت لكم في الاول. صافي هنا اخواني اخواتي بالنسبه للضراب الكهربائي راني سالت الخدمه ديالو، راني ما نسيتش الخميره اكيد. كناخذ واحد الغربال بحال هاد الشكل ولا مصفات. هنا اخواني اخواتي حاولوا باش تغربلوا الخميره، راه دائما كنقولها في الفيديوهات ديالي، كتبقى على شكل حبيبات وما يمكنش تبقاو تخلطوا فيها نصف ساعه. كتغربلوها كتولي مسحوق عادي، وكتخلطوها واحد 5 ثواني صافي وكتحبسوا. بالنسبه لهاد الخليط البنات والتفاح اللي شديته وعسلته مع السكر والزبده، هانتوما الشكل ديالو كنضيفو في الخليط في الاخير. انا طورطه التفاح كتجي ولا اروع، كيموتوا عليها هنايا بزاف في ايطاليا، دائما كيحضروها العائله ديالي. صافي كنكون ساليت الخليط كنوضعو على جنب، وكندوز نوجد المول او فاش غادا ندير الطورطه طيب في الفران. اكيد دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق، وانا كذلك كندير واحد الورق ديال الفرن من التحت من الاسفل ديال المول. هنا البنات ما تبقى جوج تفاحات اللي بقاو ليا، كنقطعهم، غسلتهم من طبيعه الحال وكنقطعهم على شكل شرائح. راه واحد المقطع ديال التقطاع ديال الشرائح راني ما لقيتوش في الفيديو، اعتذر. المهم التفاح كتحيدوا ليه داك الوسطاني وكتقطعوه على شكل شرائح او هلال كيف كنقولوا. صافي كنستفوا التفاح الكميه كامله اللي عندنا، وكنرش بشويه ديال الكركاع اختياري، ماشي ضروري البنات. هاد الاضافه اللي درت فقط شاطليه شويه بغيت نضيفه. كناخذ واحد المعلقه ما بين السكر والقرفه وكنخلط حتى كنجانس ديك القرفه والسكر، وكنرش من الفوق باش تعطيني ديك اللمعه. القرفه عندها دور مهم في التحضير ديال هاد الوصفه ديال اليوم. هانتوما السكر والقرفه كندخل الفران كطيب على درجه الحراره 180 لمده 45 دقيقه. وكنأكد عليكم كل واحد والفرن ديالو، ممكن تشعلوا عليها غير من التحت شويه واحد 30 دقيقه ولا 25، وتشعلوا من الفوق الا كان عندكم الفرن ديال الغاز. كنزولها من الفران وكنخليها تبرد ليا شويه حتى تقبض في راسها، وكنحولها لطبق تقديم، طبق اللي بغيتو. وكنزينها بالسكر كلاصي، يعني بغيتو تزينوها كذلك بالعسل بالكونفيتير اللي بغيتو، اللي متوفر عندكم، مربى المشمش اللي بغيتو. ندوزو للتذوق، وكنقطع معكم واحد الطريف وخصني نوريكم ضروري الشكل النهائي ديالها والاخير. هنا اخواني اخواتي وصلنا النهايه ديال الفيديو، نتمنى هنا الاعجاب ديالكم، كذلك الطورطه اللي حضرت بطريقتي للاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من لايك طبعا الفيديو لا عجبكم، والبارطاج مع الاهل والاحباب،
واللي ما مشاركش يشارك في القناة ديالنا هكا باش تكبر وتزيد لقدام، فقط للتشجيع وللمساعدة. أحبكم جميعا في الله. شكرا على المتابعة، شكرا على المشاركة، شكرا على التشجيع ديالكم. الله يجزيكم بخير. أحبكم جميعا في الله، وإلى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم جميعا.